بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا الذي انشقت السماوات وانفرقت الابواب وفيه ارتقت الحقائق وتمثلت علوم ادم تعاطف الخلائق فلم يذكروا من اساءهم ولا لا. صلى الله عليه وسلم صلاة تليق بكلمك كما هو. بعد أقول لكم جئتم اليوم تلميذا مستمعا متعلما من فيض فأنتم جميعا أعلم بكم وأفضل منكم، وأنتم منصة الأخرى ونحن منصة السنة. حينما عهد إلي بهذا العمل قرأته مرتين، فوقفت فيه على ما وقفت، ولكن أكثر ما وعني وهالني هو تشكيلات الصورة الشعرية في ذلك، فأسميت الدراسة أو مقالتي هذه تشكيلات الصورة الشعرية في ديوان راقص ظلك في يوم. هذا الديوان أو هذا العمل البارد في بدء من الأعمال التي تستدعي طاقات وهمم الناس، فهناك عمل قد يدفع ويصدد بهمم الناس، فيجب أن يأخذ نفسه مدفوعا بقراءته نصف مرة أو ربع مرة كمان، لكن أن يجد أن يأخذ نفسه مدفوعا بقراءة هذا العمل مرة ومرة ومرة، فهذا العمل يدل كلمة يدل على أنه من أنواع الشعر الذي يقال عنه أن الشعر ينشر الجمال في كل شيء. ليتجلى هنا سؤال واحد: الشعر صنعة أم موهبة؟ هذا العمل يحمل الكثير من الاستفهامات الداخلية والخارجية، هي طرحت استفهامات عدة، كما أن العمل نفسه من خارجه يطرح استفهامات أخرى. بمعنى العمل هيخلينا نروح عن ناحية ما هو الإنتاج؟ هذا سؤال. نروح عن سؤال ثاني: ما هو مفتاح الإنتاج؟ وما هو التفكير الإنتاج؟ وخلينا كمان نقول ما هي مستويات الصورة؟ لأن احنا هنتكلم عن الصورة. إيه هي مستويات الصورة؟ متى تتكامل الصورة؟ وما هي وظيفة الصورة في الصورة؟ ومتى توضع الصورة؟ وكيف توضع الصورة؟ كل هذا قاعدته هي في هذا الكتاب، لأن استخدام الصورة في القصيدة الشعرية ما هو إلا نسخ بالكلمات والتعبير للصورة. وهذا يخلينا إلى سؤال رابع: هل الصورة عندها تحتمل البناء الدرامي القادر على التأليف والتعبير؟ تخيل بقى ديوان يطلع لك كل الأسئلة، يخليك في النهاية تقول إيه؟ حتى لا يسقط شعراء العظام من ذاكرة الشاعر فيستهان بالسادة النقاد تدوين تجربة كل مبدع يثبت تحققه في ذاكرة النقد العربي، أما العكس فله ردة فعل. طيب هنقول خلينا نرجع لحوارنا الرئيسي اللي هو التشكيلات الصورة الشعرية في ديوان راقص ظلك في. حينما طلع الديوان سنجد أن الديوان ذات طابع نسي، مع أنها قرأت هنا حينما قرأت بالبحر الرملي، إذا هي تبين شعر شعر، ولكن حظنا نحن أن وقعنا على شعر. وقصيدة الناس لها إشكالية كبيرة،
في الأدب والنقد العربي وليس المصري فقط. ففي البداية أود القول أنه إذا أردنا أن نتحدث عن الصورة الشعرية في الشعر العربي الحديث ولا سيما في قصيدة النثر، فهذا يقولون أولا للحديث عن قصيدة النثر كجنس أدبي حادث وموجود يقوم أول ما يقوم على التحرر من العناصر الأساسية للشعر وهي الوزن والقافية والعروض دون تعطيل بقية إمكاناتها التعبيرية في بنيويتها الرمزية والدلالية والتحليلية كتقنيات أساسية للقصيدة. كلام صعب شوية بس يعني كاتب القصيدة المصرية أو شاعر القصيدة المصرية شاعر سيء، سواء بيكتب قصيدة مصرية بس أو بيكتب قصيدة مصرية وتنبع قصيدة الطفل. طب إيه ذكاء؟ ذكاءه بيتحرك ينطلق من حدود التفعيلات الخارجية والبحور والأوزان إلى التعبير ومطلقة العنان لنقده. وحين يطلق العنان لنقده يستحيل إبداعه حبات لؤلؤ تتجلى على الأرض. متحرك هيكتب بقى ويطلع الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي لنجدها قد وقعت بنفسها بين التجديد والتجديد، وتلك ميزة كبرى لتصير ترجمة لكيانها الشعري. إذن فماذا يبقيها شامخة شاخصة منتصبة في ساحة الشعر العربي ليقيها أن تخلو محض نسل خاص، والكلام هنا على القصيدة، سوى كفاءتها في إعمال بقية تقنيات القصيدة كالصورة والخيال والرمزية والدلالة والبلاغة والمحسنات البديعية. شوف بقى شعر النثر مطلوب منه يعمل إيه؟ يشتغل على الصورة، الخيال والرمزية والدلالة والبلاغة والمحسنات البديعية. يبقى بقى هنا أصعب من القصيدة العمودية أو القصيدة التفعيلية ولا لا؟ أنا أراها أصلا لأنها تعمل كافة الطاقات. مع مصاحبة ذلك إلى ما يسمى بتعطيل الموسيقى الداخلية للنص، وهذا مغزى أو تسقيط عتبات النص الإيقاعية، وربما عند الشعراء عند بعض الشعراء يجعله هذا عرضة إلى السقوط في الفخ الهمات اللغوية والتشتت والالتفات. يعني مطلوب منه يعمل كل ده مع مراعاة أيضا ما يسمى بالموسيقى الداخلية للنص. الموسيقى الداخلية للنص عامل مهم جدا في جذب انتباه القارئ والمستمع. الإبداع الشعري يتجلى إذا لم تتحول أنت من حال قبل سماع القصيدة إلى حال أخرى فأنت لم تتلقى إبداعك. يعني أنا استمعت إليها أو إليك لحضرتك في قصيدة إذا ما حصلتش تحول نفسي ووجداني ما بين قبل ما أسمعك وما بين بعد ما أسمعك وما بين تقول ومشيت. وإذا أنا توقعت اللفظة الجاية منك يبقى أنت واهم أنا طبعا. الإبداع هو استدعاء كماليات الدهشة. شوف الصورة كده وتسمعها تقول لي الله ابن كثيرا جاب الذاتي ده لعيب أمن. وكذلك يعني هي استخدمت لفظتين أو لفظين تماما وأول مرة يعني بعد 30 سنة نعم أول مرة ألاقي شاعر يستخدم اللفظتين وكررتها في القرآن الكريم. لفظ مناسك الحياة، والمعروف ان المناسك دي وانت مغمض كده ملحقه بالمناسك الحياه. فمناسك الحياه حين هي قراراتها في الديوان مرتين لا شاعره عارفه مثال دي. كمان اشتغلت معايا
على صفة المضاف والمضاف إليه والمبتدأ والخبر كثيرا جدا. وهذا يدل على وعي لغوي كبير وتغذية لغوية لها من الإجادة والإتقان بمكان. الصور بتاعتها بتتميز بما يسمى بالحيوية الشعرية. في راجل بص تلاقيها بص واقع كده زي بس كله حيوية بجد والله. في حد تلاقي شاب 35 سنة بس تحسه 70 سنة ما عندوش تلك. فالحيوية الشعرية لما تحطها انت كمان في الصورة تحس ان الصورة مفعمة بالصدق وبالرقة. لتستشعر معها في هذا الديوان ولا سيما انك لم تطابقها انك لم ترتقيها تستشعر ان كاتبة هذا النص شابة دون الثلاثين. فرق ما جاء من حيوية في تلك الصورة. أنا مش بقول إن أنا كلام، أنا بلخص اللي أنا بقوله. كلنا كشعراء وكمبدعين بنقع تحت ما قاله عمنا يوسف إدريس أن مساحة الحرية الممنوحة في الوطن العربي لا تكفي لإنتاج إبداع أو لا تكفي لإنتاج عمل فني مبدع.